سعيدة عليكم. في سؤال محتاجين كلنا نفكر فيه ونحط له إجابات على حسب كل واحد وخبرته، كل واحد وقرايته، لأن بلدنا دلوقتي محتاجة جدا الإجابة على السؤال ده. أنا حاولت أحط له إجابات من اللي فهمته من دراستي للتاريخ لحد دلوقت، وطبعا دي إجابة ممكن ينضاف لها أو تتعدل فيها حاجات في المستقبل لو احنا اكتشفنا حاجات تانية مختلفة، أو انتوا ضفتوا حاجات تزود المعلومات وتزود الإجابات وتوضح الصورة أكتر. السؤال وإجابة السؤال عملته في مقالة نشرتها في كيما والهكسوس، مدونة كيما والهكسوس. السؤال هو عنوان المقالة، وهو: ليه مصر بقت تخسر أكتر ما بتكسب حتى لو فازت في الحرب؟ بين قوسين أمثلة تاريخ قديم وجديد. المقالة اتنشرت في 20/5/2025 بقلم افتكار السيد بين قوسين نفرتاري أحمس. بتقول المقالة: ليه احنا مصر البلد العظيمة القوية وقعنا في احتلالات؟ وليه حتى لما بنحرر نفسنا او يحصل بينا وبين غيرنا ازمات ما بقيناش بناخد حقنا كويس منهم، ولا بندفعهم تمن يخليهم يفكروا 1000 مرة قبل ما يضايقونا تاني؟ وليه في اكتر معاركنا مع غيرنا حتى لو خلصت بانتصار حربي لينا هم بيقدروا يرجعوا ويكسبوا بالدحلبة مننا اكتر ما كان يتمنوه بالحرب؟ وليه الشعوب التانية حتى الضعيفة والمتخلفة بقى سهل تقرطصنا وتلهف بلدنا وخيرها وتتسيد علينا فيها حتى من غير حرب؟ الأسئلة دي جاوبنا عليها بالتفصيل والوثائق وأحداث التاريخ في كتاب نكبة توطين الهكسوس، ولخصناها في كذا مقالة زي مقالات عقيدة مصر القتالية والأقواس التسعة، من أعداؤنا، ووصية حور، وثيقة العهد لحماية مصر من الاحتلال، كيف نسيناها، أقدم أناشيد وطني لمصر، إلى آخره. الصورة اللي تحت الكلام هي عبارة عن 3 صور في بعض. الصورتين اللي فوق هي عبارة عن واحد من حكامنا والتاني واحد من القادة بتوع الجيش، وهما بيسوقوا الأسرى الحرب من الأفارقة السود أو من الآسيويين، يعني من وراء الحدود الشرقية المصرية، وهم متحكمين فيهم ومنتصرين عليهم انتصار حربي. طب احنا كده انتصرنا عليهم انتصار حربي ومنعناهم مثلا من غزو مصر والاستيطان فيها عن طريق الغزو. لكن الصورة اللي تحت الصورتين دول هنلاقي ان برضو نفس الاجانب جم، بس بشكل تاني، جم بشكل تجار او لاجئين، عمال، كاصدقاء، كايا من كان، وجايين بعيالهم وبمواشيهم ولا بغزلانهم، واحنا بنستقبلهم استقبال كويس وبندخلهم بلدنا عادي خالص. الصورة دي كانت من مقبرة في الأسرة 12 في بني حسن في المنيا، يعني بالضبط قبل الفترة بتاعة الاحتلال الهكسوسي القديم لمصر. وكان مقدمة الاحتلال الهكسوسي القديم هو جماعات دخلت بالمنظر ده، أو جماعات من الرعاة والبدو استوطنوا في سيناء وكمان زحفوا ناحية الشرقية واستوطنوا فيها، واحنا سبناهم يمكن علشان فاكرين ان هم مش غزاة، يعني مجرد ناس قاعدة تسترزق، وما أخدناش احتياطاتنا منهم لحد ما كبروا واتضخموا. عنوان: مش حب وكره. بمناسبة ان احنا نزلنا مواضيع في الكام يوم اللي فاتوا عن ازمات حصلت ما بيننا وما بين سوريا وما بيننا وما بين السعودية، زي مقالة طلبات فيصل من امريكا من 1964 ل 1967 تجويع المصريين، وجبنا فيها وثائق من كلام الرئيس جمال عبد الناصر وارشيف وزارة الخارجية الامريكية، وناس شافت انه مهم اننا ننشر المعلومات اللي فيها، لكن ناس تانية شافت انه بلاش عشان الحاجات دي بتفرق بين الدول، والصح نغني اغنية ما بلاش نتكلم في الماضي. فعايزين نأكد ان احنا ما كناش بننشر الصفحات المندرية دي من تاريخنا مع الشعوب التانية علشان نكره البلد الفلانية ولا نحبها، ولا عشان نوقع بين شعوب، ولا عشان نقرب. الموضوع مش كره وحب، وعمر ما كانت العلاقات بين الشعوب كره وحب. الكلام ده بتاع العواطف ده اتعلمناه احنا في 150 سنة اللي فاتت، بس لما بدأ ينشروا الحركات اللي عايزين يعملوا الخلافة الإسلامية ولا الجامعة الإسلامية حسب ما كان اسمها، ولا القومية العربية أو الجماعات المسيحية التبشيرية أو الشيوعية والمحافل الماسونية، اللي كانوا بيستخدموا كلام المحبة والأخوة الدينية أو الإنسانية أو العربية عشان يعرفوا يلاقوا ليهم مكان وسط الشعوب ويعموها عن خطرهم ويتحكموا فيها بسلاح الأخوة والمحبة ويضموها لتنظيماتهم ويكسروا الروح الوطنية اللي بتحمي بلادهم من التحكمات الأجنبية.
اللي بتحمي بلاد الشعوب دي يعني من التحكمات الأجنبية. فالحكاية مش كره ولا حب، العلاقات بين الدول قايمة على مصالح، وإحنا لما بننشر المحطات اللي مش حلوة اللي ما بيننا وما بين البلاد التانية بنبقى عايزين ننور عينينا ومخنا علشان نعرف نمشي معاهم في بقية الطريق ازاي، زي ما هم رسمين لنفسهم يمشوا معانا ازاي حسب مصالحهم. لأن لما إحنا كنا مغميين عينينا وده زمن طويل أو مش فاهمين الشعوب التانية ومش عارفين نتصرف معاهم ازاي، بقينا في أوقات كتير بنتصرف غلط، وكان في الآخر إحنا اللي بنخسر وهم اللي بيكسبوا. ما احناش بنخسر جبن مننا ولا ضعف ولا قلة حيلة، بالعكس كنا بنبقى الأشجع وكان عندنا الحيلة، وهم اللي كانوا بيستعينوا ببلاد وجماعات تانية كتير تساعدهم ضدنا، وفي منهم بلاد وجماعات أساسا مش بيعرفوا يواجهونا وش لوش، وبيداروا وراء قوة دولية كبيرة وتنظيمات دولية، أو بيسوقوا علينا الدحلبة والمحلسة. ففي الآخر كان هم بيكسبوا أكتر ما إحنا بنكسبهم، ولو إحنا خسرنا وهم خسروا إحنا بنخسر أكتر ما هم بيخسروا. طيب ليه؟ لأن إحنا مش عارفين طبيعتهم، مش عارفين طريقة تفكيرهم الصح، تفكيرهم بالضبط يعني، فمش عارفين أدوات القوة اللي في إيدينا نستخدمها معاهم صح، ومش عارفين أدوات الضعف اللي عندنا برضو وإزاي نحمي نفسنا إن هم ما يمسكوهاش علينا. فتاني الموضوع مش حب وكره خالص، لكن إننا نحتاط. الصورة دي لأحمس هو ماسك واحد من الهكسوس وقت الحرب بتاعة طرد الهكسوس، والصورة دي أو النقش ده هو جزء من نقش فوق بلطة أحمس، البلطة اللي هي السلاح بتاعه يعني، ودي موجودة في المتحف المصري، بس مش عارفة إن كانت لسه موجودة فيه ولا اتنقلت للمتحف الكبير ضمن الآثار اللي اتنقلت. مكتوب تحت الصورة نقش لأحمس وهو بيضرب هكسوسي على بلطة أحمس، لكن المصريين بعد ما هزموا الهكسوس عسكريا رجعوا فتحوا البلد لاستيطان أجنبي بعدها بعشرات السنين تحت اسم لاجئين أو تجار أو أتباع الإمبراطورية وأسرى حرب إلى آخره، فاحتلونا تاني. عنوان: ما نستهونش بحد وما نستهونش بحد، ما نفكرش ان الدولة الفلانية عشان اقل مننا في الحضارة ولا لسه متأسسة مثلا، ولا عشان هي شوية قبائل ولا ان معنى كده ان هي ضعيفة وغبية، وان انا هعرف اتعامل معاها وهعرف اغلبها لما يكون بيننا وبينها ازمات بالساهل الكلام ده من الاستهوان بالعدو او بالشعوب التانية، ده من الاسباب اللي وقعتنا قصاد الشعوب كنا شايفينها ضعيفة دي. وأكبر الدول والإمبراطوريات زي مصر وروما وفارس وبيزنطة والدولة العباسية إلى آخره غلبتها شوية قبائل متخلفة لما افتكرت الإمبراطوريات دي يعني إن خطرها بس لو دخلت البلد غزاة، لكن لو دخلوا بأي اسم تاني فأهلا وسهلا. لأن أنت لما تكون مش عارف طبيعة اللي قدامك عمرك ما هتعرف تتعامل معاه صح، فمهما كان أضعف منك بس هو عارف طبيعتك أنت وعارف يدخلك منين، هو اللي هيغلبك في الآخر، أو على الأقل هيعرف يجيب اللي يساعده علشان يغلبك. عنوان: مغرز حرب اليمن. ندي هنا أمثلة بمناسبة أن المقالات الأخرانية كانت عن محطات أزمات بيننا وبين السعودية، وخصوصا وقت حرب اليمن في الستينات وأزمات بيننا وبين سوريا. في حرب اليمن دي السعودية كانت عارفة يعني ايه اليمن متكونة من ايه والقبائل بتاعتها والجغرافيا، وان كثرة الجبال وعيشة القبائل فيها من اكبر نقط القوة لليمنيين في كل الحروب حتى مع الامبراطوريات الكبيرة. والسعوديين لانهم قبائل هم واليمن منهم فيهم حافظين بعض وليهم خبرة عصور طويلة وعارفين انهي قبائل ينفع يستخدموا معاها سلاح الفلوس والذهب ونقط ضعف وقوة كل قبيلة وإيه مواقفهم من الثورات ونظم الحكم عموما. وإحنا في مصر لما أخذنا قرار ندخل ندعم الثورة في اليمن، ومش موضوعنا دلوقتي إن كان القرار ده صح ولا غلط، لكن اللي كان أكيد غلط هو إن إحنا دخلنا في عش اليمن وفي جباله وفي شبكات عناكب قبائله الواسعة والمعقدة واللي مليانة أشواك وخناجر وإحنا ما نعرفهاش، ولا نعرف إيه اختلاف قبائل اليمن عن قبائل في بلاد تانية، ومين اللي بيقدر يأثر فيهم، ولا مين اللي هيفضل معانا، ومين اللي ممكن يخلع مننا ويدينا في ظهرنا في وسط الطريق. فلما انت رحت اليمن رحت بتقلك، رحت بأحلى ما عندك، رحت بأولادك،
في أرض مش أرضك ولا دارسها. أما السعودي ما راحش بعياله إلا نادر منهم، هو سابك انت تجيب عيالك، وبعدين لما رجلك غرست وقرر يدخل استعان بقبايل في اليمن نفسها اللي هو عارفهم وحافظهم ودارسهم وعارف ازاي بيحركهم من ذهب او بغيره، وجنبيهم كمان جاب مرتزقة من بريطانيا ومن فرنسا الى اخره. فهو السعودي يعني ما عورش ايديه، هو حاربك من بعيد وصدر لك اللي قدر يشتريهم بالفلوس او اللي واقفين معاه ضدك في العموم زي الامريكان، واستغل المكانة الدينية للسعودية في انه يعمل ضدك حملات يحلل الحرب عليك في انك انت بتمثل الشيوعية وهو بيمثل الاسلام. كمان احنا ما درسناش جيران اليمن ومنهم السعودية، مين هم السعوديين دول وبلدهم متكونة من ايه واتعملت ازاي، ايه المبادئ اللي بتحكمهم، ولا ما عندهمش اصلا خطوط حمراء تخص دين ولا اللي بتتسمى عروبة ولا وممكن يطلع منهم اي حاجة. مختلفين عني في ايه مصالحهم في الدول اللي حواليهم، ايه اللي يتمنوه لمصر في المستقبل وهم بلد جديدة طالعة وعايزة تفرض نفسها في المنطقة، ايه كروت القوة اللي في ايديهم ضدي، وايه نقط الضعف عندهم، ومين المستشارين اللي حواليهم. وزي ما شفنا في وثائق الخارجية الأمريكية كان ضمن المستشارين بتوعهم أمريكان وسوريين وغيرهم بكل اللي جوه صدورهم ناحية مصر، جنب برضو أتراك وجنسيات تانية. كنت انت الأشجع في الحرب، انت اللي بتواجه وش الوش، لكن بتواجه مين وانت مش عارفه. الصورة دي لقبائل في اليمن وقت حرب اليمن. عنوان: مصر كتاب مفتوح لغيرها. انت كنت في اليمن بتواجه أشباح وعدو هو يعرفك وانت ما تعرفوش، لأن مصر كتاب مفتوح للشعوب التانية بسبب ثقافتها المنتشرة ووسائل الإعلام والفن بتاعتها اللي بتنقل اللي بيحصل في البلد، وكثرة اللي بيدخلها من السياح واللي جايين للتعليم أو العلاج أو الشغل إلى آخره. لكن هم أكترهم بالنسبة للشعوب التانية يعني بالنسبة للمصريين شعوب غامضة أو بنصنع عليها صورة ما بتطلعش في الغالب حقيقية، عشان مش قايمة على دراسات علمية ولا بندور فيها على مصلحة مصر من غير ما نتأثر بالكذب بتاع الأخوة الدينية والعربية والإنسانية. احنا حاربنا في اليمن معتمدين على اننا رايحين بالجيش اللي هو أقوى جيش في المنطقة، وبنقول وإيه يعني ده اللي قصدنا في اليمن شوية قبائل ضعيفة وضد بعضها، أصل دول مش متحضرين وأنا اللي عندي الخطط وأنا. فبقت النتيجة انه حتى لو فرضنا كان صح اننا نتدخل في اليمن وقتها، لكن ما كانش اكيد المفروض ادخل بجيشي ابدا. فصحيح احنا كسبنا اننا حققنا اهدافنا في ان ثورة اليمن استمرت، والملاكيين اللي بتساعدهم السعودية او بريطانيا ما رجعوش للحكم، والقوات البريطانية كمان مشيت من عدن وده بيأمن لنا المدخل بتاع قناة السويس. لكن خسرنا الأغلى من ده كله وهو دم كتير لعيالنا وكلفتة الجيش في أرض مش أرضه وثورة مش ثورته وهلك كتير من اقتصادنا إلى آخره. عنوان: مغرز سوريا. برضو من الأمثلة لما رحنا سوريا وقبلنا اللح بتاع السوريين علينا اننا نعمل الوحدة المشؤومة معاهم في 1958، واتكلمنا في مقالة تانية بوثائق من اجتماعات عبد الناصر مع مجلس الوزراء عن ازاي قبلنا الوحدة المشؤومة دي وليه، وقال فيها في الاجتماعات يعني عن سبب من اسباب ان التجربة ما نجحتش، انه ده كلام عبد الناصر: ما كنتش اعرف سوريا. وقال ان السوريين طلعوا شوية قبائل على شوية اعراق على شوية احزاب متصارعين حتى جوه الجيش بتاعهم، وبيختلفوا خالص عن مصر بلد الحضارة الاقدم والفلاحين والشعب الواحد. ويمكن لو كان يعرف يعني لو عبد الناصر كان يعرف ده قبل الوحدة المشؤومة كانت رجله تقلت وما دخلش في المغرز ده او في المصيدة دي. دي صورة لجمال عبد الناصر في اللاذقية في سوريا سنة 1961 قبل فك الوحدة المشؤومة بوقت قليل يعني، وكان في ترحيب شعبي كبير بيه، وكان دايما الترحيب الشعبي الكبير من السوريين بعبد الناصر لما بيسافر هناك بيوهمه ان فعلا الناس دي ينفع معها الوحدة، وما كانش يعرف انه بسهولة جدا ممكن يفكوها والدنيا تقلب ضد مصر خالص. عنوان: اشهر اسباب خسائر واحتلال مصر. وكل ما بندور في تجارب كتير حتى ايام اجدادنا من قبل الاحتلالات في ازاي خسرنا حروب او ازاي انتصرنا في حروب، بس نفس اللي انتصرنا عليهم رجعوا احتلونا بشكل تاني
أو إزاي شعوب أضعف مننا بكتير أخذت فرص علينا. والتجارب دي نزلنا عنها مقالات كتير في مدونة كيما والخسوت، في مدونة كيما والهكسوس، هو المفروض كيما والهكسوس، وخصصت ليها كتاب نكبة توطين الهكسوس، وباختصار في مقالات زي كيف سقطت مصر من عليائها قديما، ومن هم هكسوس القرن 21. بنلاقي ان اساس الخسائر والاحتلالات لمصر هي: واحد، اننا بنهمل ونسيب الحكم المركزي للدولة يضعف، بنخلي يعني رؤوس قوى غير الحكومة تطلع وتتحكم في البلد. اتنين، بنهمل ماعت اللي هي العقيدة الأخلاقية والوطنية للمصريين اللي هي تميزنا عن غيرنا أو هويتنا يعني. 3، إننا بننسى تاريخ الشعوب التانية معانا أو دورهم في أزمات واحتلالات، ونتسامح معاهم كأنهم ما عملوش حاجة معانا، وبننسى تارنا ومش بنخلي في مسافة بيننا وبينهم، فبنجيب العقارب والتعابين من شعوب تانية تلبد وسطينا باسم لاجئين، حالات إنسانية، تجار، عمال، أسرى حرب، أحيانا جوازات، ونسيبهم يبلطوا. كمان بنسيب بدو يرسقوا نفسهم على الحدود، ونسيب كل دول يشتروا ويتملكوا في أراضينا أو يعتبروا نفسهم أصحاب البلد، وإحنا ما نعرفش طبيعتهم ولا نعرف بتلدعنا إمتى ولا بتلسع إزاي. لا كنا عارفين أخلاقهم وثقافتهم وتاريخهم، ولا إزاي بيقدروا يمشوا أمورهم ويقرطسوا أو يحتلوا شعوب غيرهم، ولا إيه اللي بيخططوه ويطمعوا فيه ضدي بكرة وبعده. وممكن يكون مسكنتهم قصاد في الأول عشان أقبل يعششوا في عروق بلدي ويسخروا إمكانياتي أنا لمستقبله هو، ويحتلني أو على الأقل يهدني من جوه بلدي نفسها. وفوق ده بقينا في العصور الأخرانية، خصوصا مع انتشار فكر الحركات الإسلامية والمسيحية والعربية واليسارية والعولمة إلى آخره في التعليم والإعلام، فينا ناس تفتكر إن الشعوب دي شبهنا فيتعاملوا معاهم أكأنهم إحنا. لا، ده ساعات يعاملوهم أحسن ما بنعامل نفسنا، ويدوهم في بلدنا حقوق مش ليهم أساسا، ويدوهم فرص عيالنا ويقدموهم عليهم في كل النواحي تقريبا، ويعتبروا ده كرم وإنسانية وواجب كمان علينا وتحقيق لكلمة مصر أم الدنيا. دي صورة من موقع إخباري عن رئيس السيسي وهو بيرد على الناس المعترضة على وجود لاجئين في مصر، فبيقول مصر بلدهم. يعني هو مش مهتم بانتقادات الناس لوجود اللاجئين، يعني معتبر ان وجود اللاجئين دي حاجة طبيعية وان مصر بلدهم. وأوقات تانية بنسمح يبلطوا في بلدنا لما يكون راكب دماغنا غرور القوة. يعني غرور القوة ده سبب تاني من الأسباب اللي بيتسلم بيها بلدنا للأجانب من غير قصد. لما يكون راكب دماغنا غرور القوة وبنبقى فاكرينهم شوية ناس ضعيفة أو عددهم قليل وهنعرف نتحكم فيهم وهم قاعدين في بلدنا وهيبقوا تحت جناحنا ويعيشوا مساكين ويخدمونا وكده، زي ما كنا بنعمل مع أسرى الحرب أو الجاليات الأجنبية اللي بتيجي تبلط في مصر وقت قوتها، زي وقت الإمبراطورية المصرية القديمة. جت ناس من الشام والسودان والجماعات اللي ورا الحدود الغربية إلى آخره يعيشوا وسطنا في الأول كأتباع وبتوع طاعة لينا، وزاد الموضوع ده أيام رمسيس الثالث، ومع الزمن بنتفاجئ إنه بقوا فوق راسنا، وكمان بيتفسوا فينا لتحت 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 ويستقوا بجيوش أجنبية أو مرتزقة ضدنا، ويكون ده سبب أساسي في وقوعنا في احتلال ورا احتلال. أما لو نرجع نقول، أما لو درسنا تاريخنا وتاريخ البلاد التانية صح وفهمنا طباعهم وتمسكنا بس بهويتنا أو شخصيتنا المصرية، هنتعامل مع البلاد التانية بطريقة أحسن، وهم نفسهم طمعهم فينا هيقل، وهيعرفوا إن ليهم حدود في معاملتهم معانا، لأن في شعب واعي ليهم ولتاريخهم معانا وللاختلافات بيننا وبينهم ولطمعهم فينا. وقتها هنتعاون معاهم في الخير سوا، ولو حصل بينا حروب لأي سبب أو أزمات نطلع منها في مصر بأقل الخسائر، زي ما هم طول تاريخهم بيطلعوا في أزماتهم معانا بأقل الخسائر. لا، وكمان أوقات بنديهم مكافآت ونشكرهم على احتلالهم لينا أو على شفتهم لبلدنا بوهم إنهم حررونا وأنقذونا وكانوا بيحبونا، زي ما بيحصل من مثقفين بيقولوا الكلام ده عن الاحتلال العربي والبطلمي مثلا. فالخلاصة، من أهم أسباب خسائرنا الكتيرة في مصر مع الشعوب التانية، والخسائر الأكبر دي مش بتبقى في الحرب، بالعكس أوقات كتير بننتصر في الحرب لكن بتبقى حتى من غير حرب، هو إنه بالذات في وسط المتعلمين مننا وأصحاب المراكز: 1، إننا بنكون تايهين عن نفسنا. 2، إننا ما نعرفش غيرنا بس غيرنا بيعرفنا.
3 إن غيرنا مش بينسى تاره معانا، بس إحنا بننسى تارنا معاه. 4 إننا تاهت مننا عقيدة مصر للمصريين وعششت فينا زي السرطان عقيدة مصر للجميع. ونشوفكم على ألف خير، وتكون مصر للمصريين، المصريين الحقيقيين، مش المصريين بالورقة ورجليهم في مصر لكن قلوبهم وعقولهم مع بلاد تانية أو تبع تنظيمات تانية. وفتناكم بألف عافية.